خلاص، اشتري عدسة مستعملة، مالك غير المستعمل. انت خرج تشتري عدسات سوني انت. يا شحات، يا مفلس، يا كحيان، يا طفران. لا لا، بسم الله. خلص، انا قررت اشتري عدسة مستعملة، وقررت كمان اشتري من ماركة غير ماركة سوني. وبعد تفكير عميق وبحث طويل هون وهني، عرفت شو هي أفضل عدسة يشتريها، وخاصة للناس المفلسين الكحيانين مثلي ومثلك. وأفضل مكانين لشراء الغراض المستعملة في ألمانيا هن موقع فيسبوك وإي باي، واللي اسمها كلاين أنتايجي في ألمانيا. بس لازم الواحد يدير باله لأنه النصابين كتار ومحترفين. لقيت كتير عروض على موقع إي باي، وبما أنه هذا السوق مستعمل ففيك تفاصل شوي على السعر، شوي بس، ولا تبالغ مثل ما أنا عملت هون، لأنه تقريبا كلهم بطلوا يردوا علي إلا 2 منهم، وهدول 100% نصابين. طيب كيف ممكن تعرف النصابين على موقع فيسبوك وإيباي؟ كم من شغلة كتير بسيطة، وهن: أولا، إذا طلبت عنوانه وعطاك عنوان غير المكتوب بالصفحة 100% نصاب. ثانيا، إذا كان عنوانهم قريب عليك وأصروا يبعثوا لك الطرد للبيت 100% نصاب. ثالثا، إذا أصروا يكون التحويل عن طريق البنك، وبهاي الحالة بيكون عن طريق بنك شباركاسي، 100% نصاب. رابعا، إذا أصروا يكون التحويل عن طريق الباي بال، ميزة العائلة والأصدقاء، 100% نصاب. أأمن طريقة هي الدفع عن طريق الباي بال، ميزة شراء السلع والخدمات. وغير هيك انسى. المهم بعد ما بطل الكل يردوا علي، صرت دور على موقع فيسبوك ولقيت واحد، وكان عارض العدسة بمبلغ 290 يورو، وبعد شوية مفاصلة ومناوشات اتفقنا على سعر 260 يورو مع التوصيل. كمان غالي 260 يورو، أنا رخيص. هو مزبوط صار لازم قضي هذا الشهر على البيض والسردين، بس المهم يصير عندي عدسة محترمة. دفعت له المصاري عن طريق الباي بال، ميزة شراء السلع والخدمات، وبعد يومين بالضبط وصلت العدسة. وهلا صار الوقت نشوف الفرق بين العدسة القديمة والعدسة الجديدة من نفس المكان وبنفس الإعدادات. 3 2 1 جو. يا إلهي، شايف الفرق الهائل اللي ممكن تعمله تغيير العدسة؟ العزل اللي وراي ممتاز، والفوكس طيارة. وهي عدسة سيجما 16 ملم بفتحة عدسة 1.4 ممتازة لظروف الإضاءة المنخفضة، حتى إذا كنت بتصور بكشاف جوالك بس.